بنتسأل دايما انا عندي نقص في كذا وباخد المكمل الفلاني، طيب اعيد التحليل بعد قد ايه؟ انا كاخصائيه تحاليل هقول لك تعيد التحليل بعد قد ايه، والاجابه بتختلف على حسب نوع الفيتامين نفسه او المكمل اللي بتاخده، لان معدل امتصاصه واستجابه الجسم مختلفه من نوع للتاني. يعني مثلا فيتامين د من ابطا العناصر في التحسن، فعشان كده بنعيد التحليل من 8 ل 12 اسبوع، وبرده على حسب الجرعه اللي انت ماشي عليها. اما الحديد فبنعيد التحليل من 6 ل 8 اسابيع، ولو هنقيس الحديد في الدم فيفضل صيام من 6 ل 8 ساعات، وبنعمل معاه كمان سي بي سي عشان التقييم يكون ادق. انما لو هنقيس الفيرتين مخزون الحديد فمش محتاجين صيام. اما بالنسبه لفيتامين ب 12 والفوليك اسيد فممكن نعيدهم من بعد شهرين بيكون التحسن واضح. اما المعادن زي المغنيسيوم والزنك فيفضل بنعيدها من شهر لشهرين على حسب النقص. المهم انك ما تعيدش التحليل بدري جدا، لان النتيجه ممكن يكون فيها لسه نقص وهتفتكر ان المكمل مش شغال، وده مش حقيقي. دايما ادي جسمك الوقت الكافي ويكون في متابعه مع الطبيب اللي عارف حالك. سيف للفيديو عشان اكيد هترجعنا، وشير لحد عارف انه بدأ مكمل جديد. مكملاتك خدها من حد فاهمك، واحنا في يور جرين شو علشان عارفينك عارفين نساعدك.